قصة غريبة. فوت النبي ها راح اطلع بعد انت والكاميرا ما اعتقد اكو قصة اكثر ألم واكثر حزن واكثر شجن من القصص اللي مرت علينا خلال هذه الايام. يعني انا يمكن راح اطلع شوية عن المود المتعود في برنامج هيل وليل. نعم. رائد قصصه هواي صادفتنا بهاي ال3 سنوات اللي تهجرنا بيها. غربة، نزوح، تهجير. أكثر قصة اللي صارت ولدت من خلالها قصيدة بها نوع من الغرابة. أنا هذه القصيدة انكتبت بمستشفى رزقاري بأربيل. من داخل المستشفى. داخل المستشفى، مستشفى طيب. رزقاري. السبب انه والدي اصيب بوعكة صحية. ما بالله العافية. الله يسلمك. طبعا نوجه له التحية من خلال شاشة دجلة الحبيبة. وعكة صحية بسبب الإحباط، بسبب البعد عن المدينة. كان بالبداية، بداية التهجير، دائما يتأمل انه هالاسبوع ان شاء الله، شهر الاخ، بعد اسبوع، الى ان وصل الحال بالفترة الأخيرة. يعني ما نقول مرحلة اليأس، لكن حس انه موضوع العودة صار صعب المنال. وعكة صحية بالمستشفى. حس بروحه بعد ما يرجع للرمادي والاجواء. حس انه بعد ما يرجع للرمادي. احساس حقيقي حكى لنا يعني. يعني قال احنا ظاهر انه موضوعنا اكبر من جزء احنا اليوم شباب وقت ونتاقلم، لكن هو بعد هذا عمره كله. احسنت. هذا الموضوع صعب. قبلها بفتره يعني احنا صارت نزوحنا مراحل من منطقه لمنطقه، من قضاء القضاء الى ان من المحافظه بالكامل. قبلها ايضا صابته وعكه صحيه بالسليمانيه. رجع للرمادي، طاب ورا يومين 3 بعد تحاليل ومشاكل. لكن هاي بأربيل قلت لك كانت الوضعيه حيل مأساويه، والمحافظه بالكامل ما متحرر ولا يعني هو عبال تشوف المرض مثل النفسي، بحيث انه ما دام بس يرجع حقيقه نفسي. فتدري مرافقه دائما بالمستشفى، فحسيت انه رقوده بالمستشفى بسبب هاي الحاله اللي بعد عن المحافظه. فكتبت له قصيده. طبعا ما يعرف هو موضوع ان شاء الله من خلال الشاشه راح يعرف. كتبت القصيده إله عن إله أردق، يعني احسسه بالجو بالحاله. قلت له بعد كم يوم نسمع نشرة الأخبار. بعد كم يوم نسمع نشرة الأخبار، وأول خبر منها يقول بدأت العوائل الأنبارية النازحة بالعودة إلى مدينة الرمادي إن شاء الله، بعد أن أصبحت محررة بالكامل. ولملمت الغراض وصار فجأة السفر يحلالي. الله. ومشيت وكل لهفة وشوق، ويرجف كان دلالي. الله. بطريق الدولي أمشي وبي سوالف ضالة ببالي. سهم على اليسرى بي مكتوب الرمادي، وأنا مدري صار بحوالي. الله. خذت يسرى وعليها مشيت، وصارت دير تقبالي. الله. وقفت وغورقت باللاوع عيوني، وشلت ترابها وشميت منه ورد علي لوني. الله. وين أهل الجوامع؟ وين تكبيرات مال العيد؟ سمعوني. الله. صار هواي ما معيدين، ننام واحنا بالحسبات متغطين. الله. الله. انا بيادين افارق دير تبيادين، وتلقتني بحضن دافي وحنين تراب هالطيب. طلعت اسود شعر رديت الها واحد مشيب. الله. الله. قالت هاي بعد الروح يا وليد يا الحبيب. هلا يا الغالية يا البعدك انذليت، هلا يا البيت ابشر جيت. هلا يا الغالية يا البعدك انذليت، هلا يا البيت ابشر جيت. اريد اقرا لك كم بيت. قالت لا، انا اقرا لكم وانتم اللي تسمعوني. وقالت ليش عفتوني؟ الله.
والله وما عبالي تصير وتعيشون من دوني. الله الله. لو باقين كانوا وياي لو وياكم خذوني. الله. لو باقين كانوا وياي لو وياكم خذوني. وبكيت ومسحت الدمعات بيديها والطعنات بيها هواي، ويابت كم جرح بيها، وصفت مرة تواسيني ومرة الآن أواسيها. وقالت ليش هيك وجوهكم يا وليدي متعوبة، وليش البسمة من شفاك مسلوبة. الله. شنو ما ضيفوكم زين، ايه. صيانيل قبل للناس تنقل مالهن حوبة. قلت لا يمه لا مو هيك، الناس أجناس بيهم والله فوق الراس شالونه، الله. وكل خلانه بعيونه، الله. ومضايف فتحت البيبان قبل لا نطلب العونه. الله. وبيهم ناس أذونا وحكايات ما تنقال سمعونا، وحتى بسالفة الإيجار يا يمه استغلونا. الله. يا يمه الغيرة مو تعلوم كل والله. من طين تولونه. اي والله اي والله. قالت يعني عشت شلون؟ قلت العيشة ودية. قالت زين والتهجير والتهديد وهذا الحكي ما ينقال؟ قلت حالات فردية. يا يمه لو ترد للناس والله الدنيا وردية. الله. قالت لي جزاهم خير أهل بغداد، الله. جزاهم خير كردستان والأكراد، جزاهم خير كل أهل بجنوب الخير يا قد الملح والزاد. الله الله. شدة وسجل التاريخ كل من وقف ويانا، اي والله. والما نزل لكم شان الله يعلي من شانه. الله. قلت لها يا يمه احكي لي بالله شلون من دون الوقت عدى. قالت من تركتوني الوقت باب الفرح سده، وصفة كل يوم عند تموت من قد القهر ورده. الله. وقام البيت مني يطيح البيت اللي بسده. الله. وانزف كلهم يشوفون جرحي وما حد يشده. ساعتها عرفت يا وليدي مبيوعين والباعونه مستلمين بالشده. ومشينا الشارع 17 وتأذيت لما باوعت حاله، بيابش كثر عبوات من فجرات وبطاله، ومن ذيك المضايف ضال منهن بس اللي وشاله. الله. ورحت للبيت ولقيته يحن ويصيح من شوقه، ولقيت القاع مخنوقه، هو تراب بس التمر بعد الهسه بعثوقه. الله. ودنكته وبست الانقاض، الله. وكانت روحي مخنوقه، وقلت يا بيتنا المهيوب صح النار معلوقه، بس ان شاء الله لبنيك لو طابوقه طابوقه. الله. الرماد تعود ترى خلصت ليالي السود، الله بكل وقت موجود. اي ترد غصبا على الراده وتموت بزود اهلها وسورها وفرسانها، ويرد ذليل الراد بيكم يهلسوه الما حسب ردة فعل بركانها. الرمادي ويا ملح هذا العراق، ويبقى عنوان الشرف عنوانها، وخاف ما تلقونها بغرب البلاد نايمة بنص القلب هيانها. وظل ابتسم للخطار ويظل طبع الكرم شيمة أهل الأنبار. أخذت دروس من نصار ويا بزيبز كفيل تريد حتى لبيتك نفوت، وانا بطرق الجناسي وخوف وثياب يا بزيبز لرد الصاع مو صاعين، لرد الصاع ضحكة ويا هلا وحياك، وضيفك لو تجيب الوطن كله وياك، وقبل لا تحكي اقول لك جاك شرط تلقى الورد ممشاك، ولا خليك علش بحلق هذا وذاك، وما تحتاج يا اخويا كفيل بقاع يتلقاك، لان ما دام انا هناك كفيلك يا هلا وحياك. ضحكت ديرته وقالت ابن الانبار ابد ما خاب من رباك، وقالت يما اخوتك وين فلان مشتاق على ما القاهم، اريد اتسامر وياهم، الوقت لي وين وداهم. قلت يما العراق بخير
قالت يما اخوتك وين؟ وين فلان؟ وين فلان؟ مشتاقة على ملقاهم، اريد اتسامر وياهم، الوقت لي وين وداهم؟ قلت يما البقاء لله، بالغربة دفناهم، الله. وامانة الله امنونا. قالوا لما تردون عود وياكم على القاع ردونا، الله. وبتشييع كون يليق بينا من تشيعونا، الله. بمقبرة العلي سليمان من جديد دفنونا، وكتبوا على القبر ماتوا بغير ديار، الله. وبقت حسرة عليهم شوفت الأنبار، الله. عاشوا أهل عز وقصور ماتوا يدفعون إيجار، الله. الله. وهذا الصار قطرة بحر من نصار، الله. جرح يبقى على مر هذا الزمن تذكار، الما وقف ويا أهل عار، الما اصطف ويا ربع عار، يا عرب وجوهكم وين السمار؟ الله. دار خلص فصل المسرحية، أزدلوها للستار. الله.